صحيح. وحابين نتكلم معك بموضوع والله لأنه أشكرك بعض محمد، جميل الناس، جدا والله. الله يرفع قدرك وربي يجزيك عنا كل خير، بعض الناس ربما يحبونك أو هم عارفينك، فقالوا لي أذكرك بالغناء من باب أنك مغني يمكن، أيوه فبعض الناس في التعليقات بيعرفوك شكله، فإحنا والله حابين نذكرك من باب أنه حاول اترك هذا الغناء لأجل الله. وأنت كما قلت الآن كلمة جميلة، ترى مش ماخذين شيء من هالدنيا، غدا نلقى الله وغدا نقف أمام الله جل جلاله، فنحاول نسارع ونبدل بإذن الله جل جلاله هذا الغناء بكلام الله جل جلاله. وإحنا حابين والله نسمع صوتك في القرآن إن أحببت، شو رأيك؟ أكيد يسمعك. والله كفو، والله كفو، أقسم بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما شاء الله، الله ما شاء الله، أيضا ما شاء الله، ما شاء يا زلمة، يسعد قلبك على هيك صوت، ما شاء الله. الله يسعدك. صوت جعلت قلبي يتحرك، جعلت أحاسيسنا تتحرك في صوت جميل أسمعت اليوم به بنا. فأنا نصيحتي والله العظيم صوتك جميل في القرآن، وحرام صوتك هذا الجميل أن يذهب للغناء، حرام، لأنه صوتك بالصراحة، أنا بالصراحة والمتابعين في واحد قال خليه يكمل، وأنا أقول له ظلتك من هلا الصبح تكمل مبسوطين، ترى صوتك جميل جدا. الله يسعدك. يعني أنا بالصراحة فاجأتنا بصوتك الجميل، فأنا نصيحتي بدل محتواك هذا